sëñ Modou Ba Dewi bismillah. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain fadilat alcheikh ayma Othman Diakité rais almajlis al'ala lil a'immati wal masajid wa shu'un alislamiyya bi dawlati Côte d'Ivoire السادة أعضاء المجلس الأعلى السادة أعضاء الوفد الموقرين باسم صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى الخليفة العام للطريقة المريدية نرحب بكم في مدينة طوبى المبارك هذه المدينة التي أسسها الشيخ أحمد بامبا خديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 1888 لغرض عبادة الله تعالى وإحياء سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وتربية أتباعه على الصراط المستقيم وهي مدينة كل المسلمين لأنها أسست لتكون مدينة علم وعمل بالسنة ومكارم الأخلاق كما دعاه الشيخ المؤسس في إحدى قصائده واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم واجعلوا دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم صاحب الفضيلة أنقل إلى سماحتكم أسماء آيات الشكر والامتنان من الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام ومن أتباع الطريقة المريدية كلهم لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على اهتمامكم الخاص بالطريقة المريدية وبمؤسسها الشيخ أحمد الخديم رضي الله تعالى عنه فمن خلال هذه الزيارة تؤكدون تمسككم بالأخوة الإسلامية التي تعبر عنها الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ورحلتكم هذه لن تؤدي إلا إلى تقوية روح الأخوة بين مسلمي السنغال ومسلمي ساحل العاج حضرات الضيوف يشكركم صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للحوار الدائم التي تجرونها مع الجالية المريدية في كوت ديفوار من أجل توطيد روابط التضامن الإسلامي في سبيل خدمة السلام والمبادئ الإسلامية ونحن على علم أيضا باهتمامكم الخاص بمشروع بناء معهد خديم رسول الإسلام خديم رسول الإسلامي في ياموسوكرو وهو مشروع يحظى باهتمام كبير لدى الشيخ الخليفة ويتماشى تماما مع أهداف مجمع الشيخ أحمد القديم لتربية وتكوين بطوبى الذي سوف نقوم بزيارته بعض لحظات إن شاء الله تعالى فهذه المؤسسات التربوية لها أهداف مشتركة تتمثل في تعزيز العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم النافعة كما صرح بذلك الشيخ الخليفة وفقا لتوجيهات الشيخ أحمد الخديم رضي الله عنه ومما يبرز هذه الزيارة أيضا الروابط الأخوية القديمة بين الشعبين السنغالي والإيفواري عموما وارتباط سيرة الشيخ أحمد بامبا بكوت ديفوار بعد مروره بجرام بسام أثناء رحلته إلى منفاه في غابون على وجه الخصوص وفي كل سنة يتم إحياء ذكرى رحلة الشيخ أحمد بامبا في طوبى وحول العالم شكرا لله تعالى من خلال أعمال العبادة والبر معالي رئيس المجلس الأعلى إن زيارة فضيلتكم لطوبى في هذا الشهر الفضيل ربيع الأول 1443 سوف تسمح لكم وللوفود المرافق باكتشاف الطريقة المريدية ودورها في تجديد الخيم الإسلامية الحقيقية التي تركها لنا خير الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. في واقع الأمر كانت مهمة الشيخ أحمد الخديم الأساسية تجديد الخيم الإسلامية وإنشاء مجتمع إسلامي حقيقي كما يقول رضي الله عنه دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد. أيها الضيوف الكرام
يحدونا أمل كبير في أن تكون هذه الزيارة بداية لمسيرة حثيثة من التعاون التي يعزز المكاسب بين المجتمع المريدي والكوديفار عموما. ومن الجدير بالإشارة أن هذا التعاون يعود إلى أكثر من نصف قرن، مع أول دائرة مريدية في أبيجان سنة 1946 من أجل خدمة الإسلام في سلام ومودة وتقوى، مع احترام قوانين الدولة المضيفة تحقيقا للوحدة الإفريقية. معالي الشيخ رئيس المجلس الأعلى، يقول لكم الشيخ محمد المنتقى بصوتي: مرحبا بكم في طوبى. نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم ويجازيكم على قدر رحمته بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. jërëjëf